أهلاً بيكم في الموسم الثاني من بيزنس في كلمتين، اللي بنجاوب فيه على أسئلة دايماً محيرة أي بيزنس أونر. إحنا لسه بنتكلم على البراند ستراتيجي والماركتينج في كلمتين. فكروا معايا لما تيجوا تقابلوا حد لأول مرة بتلاحظوا إيه؟ لازم نلاحظ اسمه، لابس إيه، شكله عامل إزاي، طوله، الألوان اللي هو لابسها، etc. نفس الحاجة لما نيجي نقابل براند. لما نيجي نقابل براند، البراندنج ده الروح والهوية بتاع البيزنس. الكومبوننتس بقى اللي بنحطها لما بنيجي نخلق براند ده أكيد فيه لوجو، بس إحنا مش مجرد بنعمل لوجو، لازم يبقى فيه فيجوال ايدنتيتي كاملة، ألوان، أشكال بنستخدمها، طريقة الكلام اللي إحنا بنكلم بيها العملاء، التون اوف فويس بتاعنا في الكوميونيكيشن، والبرسونا بتاعة البراند ده، وآخر حاجة الفاليوز، القيم اللي قايمة عليها البراند. كل الكومبوننتس دي اللي هو البراندنج بيشكل البرسبشنز وبيخلق تراست ولونج تيرم فاليو عند العميل. أي بيزنس محتاج فاندنج علشان يجرو، فالفاندنج is الفيول بتاع الجروث. البراند ستراتيجي هي بقى اللي بتخلي للبراند ده أو للبيزنس ده clear positioning في السوق، بمعنى إن أنا عندي دلوقتي product أو services لازم يبقى البوزيشن بتاعهم في السوق very clear، لأن ده اللي بيخلي إن في مع الماركتينج الكونسيستنس والمسجنج الكونسيستنت، ده اللي بيبني عند العملاء long term value و long term loyalty اللي هم يخلوا دايما إنهم يرجعوا للبراند ده. أي بيزنس مهتمش بالبراندنج والبراند ستراتيجي مش هيعرف يأتراكت كاستمرز، فهيبقى عنده لو اكوزيشن. تاني حاجة الانفسترز هيبقى عندهم ويك تراست أو مش هيبقى عندهم ثقة في البرودكت والسيرفيسز، فبالتالي في البراند نفسه، فمش هيرضوا يمولوا المشروع. تالت حاجة الويك ديفرنشيشن عن المنافسين، بمعنى إن البرودكت أو السيرفيسز اللي أنا بقدمها ما بتفرقش أو مش واضح الفرق اللي بينها وبين اللي موجود في السوق، فبالتالي أنا كبراند بقيت دايلوتد في اللي موجودين في السوق. في النهاية لازم البيزنس يفتكر إن التمويل بيساعد على النمو، بس البراندنج بيساعد على الاستمرارية.